وفي إطار التحضير للمنافسات الرسمية في مقدمة رهان كأس العرش وكذا الدوري الاحترافي، احتضن مساء اليوم الملعب البلدي ببركان بروفا إعدادية جمعت النهضة البركانية بفريق الوداد الرياضي. اللقاء انتهى بنتيجة 2-1 لصالح ممثل بركان. تفاصيل مع زينب الباري. الفريق المحلي بادر إلى الهجوم منذ أولى الدقائق بحثا عن هدف السبق. هنا تسديدة قوية لأمين الكاس تمر جانبية. بالمقابل وجد حامل لقب البطولة الوداد صعوبة في الدخول في المباراة، واكتفى ببعض المحاولات المحتشمة غابت عنها الخطورة إلى حدود الدقيقة 30، حيث سيعلن الحكم عن ضربة جزاء. محمد أونجم في التنفيذ والهدف الأول للوداد. 5 دقائق بعدها سيتمكن أصحاب الأرض من تعديل الكفة بواسطة تسديدة قوية من عبد الهادي حلحول. خلال الشوط الثاني واصل فريق نهضة بركان ضغطه وبسط سيطرته على المباراة. تعددت المحاولات وتنوعت، أفضلها كانت رأسية مهدي بلطام والقائم ينوب عن الحارس. لحظات بعدها سيتمكن محمد عزيز من منح التقدم لفريقه بتسديدة قوية مستغلا ارتباك دفاع الوداد. وكان بإمكان نهضة بركان تسجيل أهداف أخرى، لكن غاب التوفيق لتنتهي المباراة بفوز الفريق البركاني ب1-1 في مباراة سيذهب ريعها إلى الجمعيات الخيرية. وبملعب الأبجيغو كان الحدث أمس محطة النهائي لدوري أحمد نتيفي في نسخة 28، والذي ينظم فريق راسينغ البيضاوي. النهائي أفرز تتويج أمل فريق النهضة البركاني على أمل أولمبيك خريبكا بهدف دون رد. نتابع الملخص من إنجاز محمد